الحساسية أحيانا من العمامة يا حبيبي، من العمامة الآن كثير في الحوارات المعممين يعني أنت لا تستهزئ بالعمامة. أنا في 40 حديث أنا بحثت العمامة السوداء، 40 حديث أنا بحثت العمامة السوداء، 40 حديث أنا بحثت العمامة السوداء كذا. لأنه مرة هجاني بعضهم أنه ما بقي إلا أن ألبس عمامة سوداء. بحثت العمامة السوداء عند النبي عليه الصلاة والسلام 40 حديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس عمامة سوداء. طبعا يلبس غيرها لكن غالبا تكون غالبة عليه. دخل مكة وهو لابس عمامة سوداء، فلماذا نستهزئ بسنة من أجل الصراع المذهبي؟ يعني أنت ربما أن تذم من شئت بما شئت، بس لا تستهزئ بسنة مثل التربة الحسينية. يعني الخصومة أعوذ بالله من الشيطان، الخصومة قد تدفعك إلى الاستهزاء بشيء من سيرة النبي وشيء من لبسه وشيء من أمره وشيء من حزنه وشيء قد يدفعك الشيطان إلى الاستهزاء بهذا. ونحن نقرر في نواقض لا إله إلا الله، يعني نقرر أن نستهزأ بشيء من سيرة النبي أو قوله أو كذا فقد كفر. طيب إذن قد يدفعك الشيطان للاستهزاء. أن تفرق بين من يلبس واللبس. ذم من يلبس العمامة السوداء، قل ما شئت، قل فيه، لا تتحدث عن العمامة السوداء، لا تتحدث عن العمامة السوداء، لا تتحدث عن العمامة السوداء، لا تتحدث عن تربة الحسين. ذم الذين يعني تراهم، أنا أخاطب هنا المغالي، لا أعرف أن الجميع بحمد الله يحبون سيرة النبي ولبسه، حتى لو لم نلبس لبس النبي لكن يبقى مقدرا.